تقدر وبخطوة واحدة انك تقفل الملف الشخصي او البروفايل بتاعك في الفيسبوك. هقول لكم بالخطوات ازاي تقدر تعمل الموضوع ده. اول حاجة هنبدأ ندخل على البروفايل بتاعنا، بنضغط من هنا على البروفايل، افتح معاك البروفايل بتاعك. الخطوة اللي بعد كده بتبدأ انك تدخل على الاربع نقط او الثلاث نقط اللي ظاهرين عندك هنا في البروفايل، ومن خلال الموبايل تقدر تعمل كده او من خلال جهاز الكمبيوتر عادي. هنبدأ نضغط عليهم كده، هيظهر حاجة معاك تحت اسمها لوك بروفايل. لو انت عندك الفيسبوك بالعربي هتلاقي كده غلق البروفايل بتاعك بتاع الفيس، وهو هنا برضو هتلاقيه مكتوب بالانجليش لوك بروفايل. هنضغط عليها من هنا، افتح معانا الصفحة دي، وطبعا هنبدأ نضغط على لوك يور بروفايل، وبعد كده هيقول لك اوكي تم الاغلاق. زي ما انتم شايفين كده يو لوكد يور بروفايل، يعني احنا خلاص قفلنا الصفحة بتاعتنا بتاعة الفيسبوك. بمجرد ما بنضغط اوكي، طبعا اي حد هيبدأ يدخل على صفحة الفيسبوك بتاعتنا هيلاقيها مقفولة، مش هيظهر منها اي حاجة فقط غير الصورة، وطبعا برضو مش هيقدر يفتح الصورة. طب لو انت عاوز بقى تفتح اللوك تاني بنفس الطريقة، ادخل على برضو الثلاث نقط اللي موجودين في البروفايل هنا، وتبدأ تضغط على حاجة اسمها unlock بروفايل، يعني ابدأ افتحه تاني، او هتلاقيها برضو بالعربي يعني فتح البروفايل مرة اخرى. هتضغط عليها وتبدأ تضغط على القفل اللي موجود هنا اللي هو unlock، وبعد كده تضغط على unlock your profile. بس كده خلاص هيبدأ ان هو يفتح مرة اخرى، وتضغط على اوكي. بخطوة واحدة تقدر تكون عرفت ازاي تقدر تقفل البروفايل الشخصي بتاعك على الفيسبوك، وكمان تقدر تفتحه مرة اخرى. طبعا في نهاية الفيديو اتمنى اكون فدتكم ببعض المعلومات. عشان يوصلكوا كل جديد ما تنساش سبسكرايب وفعل زر الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.